غيرت الايفون مرتين بسبب دماغ ابل الغريبه. الايفون 17 برو مصنوع من الالومنيوم اللي بيتبهدل. انا شخصيا اشتريت ايفون 17 برو باللون الاورنج واتخربش معايا في اول يومين. هو نصيب انا عارف، بس الفكره ان اللون الاورنج هو الاكثر مبيعا، هو الترند عشان يتعرف ان انت جبت الايفون 17 الجديد. المهم ان انا لقيت اللون الابيض هو الاقل مشاكل فغيرت له، واللون حلو مش وحش على فكره. هو مش موبايلي الشخصي، انا بفضل استخدم الاندرويد. المهم ان انا لسه معايا الايفون 16 برو ماكس القديم، وخليني اقول لك ايه اقوى 3 حاجات هتحس بيهم في الايفون 17 برو ماكس الجديد. البطاريه احسن بفرق كبير بعيدا عن الارقام، وكمان الشحن بقى اسرع. الحراره قلت بفرق كبير، ما زال بيسخن بس مش بيولع نار بفضل حاجتين: المعالج الجديد البايونيك الاي 19 برو، وكمان الجسم الالومنيوم اللي بيشتت الحراره احسن. والكاميرا السيلفي الجديده حكايه حلوه جدا. اتمنى ان الفكره دي تتعمم في كل الموبايلات الفلاج شيب. واكيد طبعا الزوم الاقوى شويه في الصور والفيديوهات في الجديد عن القديم، ولكن لسه ما زال الزوم بعيد عن قوه الموبايلات الرائده الثانيه. ولكن كخامات وفخامه ال 16 برو ماكس ما زال افضل من التيتانيوم. انا ما اعرفش دماغ ابل دي بتفكر ازاي. السؤال: هل ده يخليك تغير من القديم للجديد؟ الاجابه لا. هل ال 17 برو ماكس افضل موبايل فلاج شيب دلوقتي؟ الاجابه برضو لا. احنا لسه هنجرب الفايند اكس 9 برو والفيفو اكس 300 برو والشاومي 17 برو ماكس، ووراهم الاس 26 الترا، وساعتها نشوف مين افضل موبايل فلاج شيب. ما تنساش تتابعني علشان تشوف كل جديد.